السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. النهاردة يا بنات هنعمل الكبد والقوانص بطريقة سهلة وبسيطة ومفيش فيها أي ريحة زفارة. لو انتي جربت الطريقة دي خلاص هتعتمديها على طول في عمال الكبد والقوانص. أول حاجة هنسمي الله. خلينا متفقين اللي أساس نجاح أي وصفة في الطيور، إن كانت بط، حمام، سمان، فراخ، غسلت الطيور كويس جدا وتخلصت من أي ريحة زفارة، اعرفي ان شاء الله 1000000% الوصفة بتاعتك هتطلع ناجحة. اول حاجة انا مسكت القوانص، شلت نسبة الدهن اللي موجودة على القانصة كده من بره، والقلب بيبقى موجود فيه نسبة دم متجمد كده، لازم انك تنضفيه تحت الحنفية. وبعدين اخدت معلقة طحينة كبيرة وعصرة ليمونة ومعلقة خل، ونقعت الكبد والقوانص حوالي 10 دقايق. شايفين ميتهم كانت عاملة ازاي؟ اخدتهم تاني تحت الحنفية وشطفتهم لغاية ما المية بيضت عليهم كده. ما شاء الله تبارك الله، الريحة تحفة، مفيش اي ريحة زفارة. الخطوة بتاعت الغلوة اللي انا هعملها دي يا بنات، دي خلاص انت بتتخلصي من اي زفارة موجودة عندك في الكبد. احنا عارفين ان الكبد والقوانص بيبقى فيهم نسبة زفارة عالية. لو انت مشيت على الخطوات دي هتاكلي احلى كبد وقوانص. بعد ما انا خلاص جبت الحلة بتاعتي مليت فيها مية، حطيت بصلاية وفصين توم وفصين حبهان ورشة من الفلفل الاسود وعود من القرفة صغير. تمام. وبدأت اللي انا اغلي الكبد والقوانص غلوة واحدة بس. شايفين اول ما غلت معايا كده صفيتها من المية بتاعتها وبدأت اللي انا اقطعها. هنبدأ في تجهيز الوصفة على طول. هتجيبي بصلتين كبار تقطعيهم جوانح رفيعة بالشكل ده يا بنات، وهتجيبي قرنين فلفل اخضر على احمر نقطعهم برضو جوانح صغيرة، وهنجيب طماطمايه نقطعها مكعبات. قرنين الشطة دول اختياري، لو مش عاوزة تحطيهم خلاص، بس بيدوا للكبد والقوانص تيست حلو جدا، بيدولهم شطة بسيطة كده. اول حاجة انا جبت المقلاية بتاعتي نزلت فيها معلقتين زيت، وهبدأ انزل بالبصل. اول خطوة يا دوب بس هياخد تشويحة واحدة وانزل عليه بمعلقة صغيرة من التوم المهروس. تمام. هنمشي واحدة واحدة اهو يا بنات. بعد ما انا نزلت بالثوم هبدأ بقى اللي انا اديلهم تقليبة حلوة كده مع بعض. اول ما احس البصل بتاعي بدأ يدبل ابدأ انزل بالفلفل الاخضر. بعد ما هنزل بالفلفل الاخضر هنزل بالكبد والقوانص بتاعتي. انا هكون مقطعاها كده ايه، يعني مكعبات بسيطة. لو انت عاوزة تسيبيها زي ما هي، لو عاوزة تسيبي القوانص والكبد زي ما هي، زي ما انت عاوزة. بعد ما انا نزلت بالفلفل هبدأ انزل بقى بالكبد والقوانص، انزل بالبهارات. انا مش بحب اللي انا اضيع طعم الوصفة بكتر البهارات، يعني انا يدوب رشة فلفل اسود ورشة من بهار اللحمة بس، ومعلقة صغيرة من الملح، مفيش اكتر من كده بهارات. عاوزة بقى اللي انا اديلها اللون الاحمر ده، ممكن تحطي معلقة من الصلصة او معلقة من البابريكا، بس انا النهاردة حطيت معلقة كبيرة من البابريكا. تمام. هبدأ اللي انا اقلب بقى البهارات مع الخضار اللي انا عملته ده كله. الله على الجمال بقى في الوقت ده، الريحة بتبقى تحفة. تعملي بقى شوية بطاطس محمرين وشوية طحينة جنب عيش، الله على الجمال، عملتي احلى وجبة كاملة متكاملة. بعد ما انا نزلت كده يا بنات بالبهارات، هبدأ اللي انا اغطي على الكبد والقوانص. ما بتاخدش اكتر من ربع ساعة، ربع ساعة وهتكون جاهزة معاكي بإذن الله. قبل ما انا بطفي عليها بجيب عود كزبرة اخضر اقطعه واحط عليها. اخر خطوة خالص الطماطم، يعني الطماطم انا بحطها في الاخر. شايفين يا بنات؟ هبدأ اللي انا اديلها تقليبة حلوة كده مع قرنين الشطة السكرة دول. الله على الجمال، الريحة بتبقى تحفة. وهنطفي عليها بعود الكزبرة الاخضر ونغطي عليها دقيقتين اتنين بس، وهتقدميها بألف هنا. ما شاء الله تبارك الله، هي بتتكلم عن جمالها. شايفين؟ زي ما اتفقنا، عاوزة الوصفة بتاعتك تطلع حلوة وريحتها حلوة وطعمها جميل، اهم حاجة تتخلصي من الزفارة. تخلصتي من الزفارة،
اضمني 1000000% ان الوصفة بتاعتك هتطلع ناجحة ان شاء الله. جربوها يا بنات بنفس الطريقة وبنفس الخطوات، هتعجبكم بإذن الله. يا رب النهاردة تكون حلقة خفيفة عليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.